عمل إنسان آلي من الخردة يساعده في شغل البيت، ومن أوضة صغيرة في بيته عمل مولد وتكييف بيشتغل من غير كهرباء يبرد أحسن من التكييف العادي. ابن المنيا اللي جنن العالم باختراعاته وخلى الصين واليابان يجروا وراه. يا ترى إيه الحكاية وإزاي عمل الاختراعات دي من حاجات قديمة ملهاش لازمة في بيته؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده، فخليكم معانا. تخيل الخردة اللي احنا شايلين همها وبنرميها كل يوم ممكن تتحول لتكييف ومولد كهرباء يشحن نفسه. اهو ده بالظبط اللي عمله الشاب ده في الفيديو ده. شاب بسيط من المنيا قرر يستخدم موهبته ويطلع منها حاجة ما حدش كان يتوقعها خالص. شاب اسمه أحمد نبيل محمود، عنده 23 سنة، من قرية في مركز أبو قرقاص. شاب بسيط زيه زي شباب اليومين دول، بس أحمد كان عنده شغف في حتة تانية خالص، ومن أوضة صغيرة في بيته حولها لورشة بيجرب فيها أفكاره. أحمد من وهو صغير عنده شغف بالتصنيع وبيشتغل في مجال التبريد والتكييف، وقرر بدل ما يرمي الخامات القديمة والخردة يستغلها ويحولها لحاجات مفيدة. في الأول بدأ يعمل حاجات بسيطة زي لعب للصغيرين، وبعد كده الموضوع كبر معاه لحد ما قدر يعمل إنسان آلي من شاسيهات قديمة، واللي قدر يتحرك ويمشي جوه البيت بكل سهولة وكمان يساعده في شغل البيت. أحمد موقفش لغاية هنا، ده قرر يعمل مولد كهرباء من الخردة، ومش بس كده، لا ده كمان يشحن نفسه من غير ما يحتاج لا كهرباء ولا غاز ولا أي مصدر خارجي. يعني الجهاز ده ممكن يفضل شغال وينور بيت كامل من غير ما تدفع ولا جنيه كهرباء. أحمد قال إن المولد ده ممكن يتطور ويوصل إنه ينور قرية كاملة لو تم دعمه وتطويره بشكل أكبر. وكمان عمل نسخة صغيرة من نفس الفكرة، مولد صغير جدا ممكن يتشال في الجيب ويشغل لمبات ليد لفترة طويلة، وكمان يشحن موبايلك في أي وقت. يعني ببساطة عامل باور بانك بس بطريقة مختلفة ومن غير كهرباء، وده على حسب موقع اليوم السابع. أحمد ما اكتفاش بالمولد والإنسان الآلي، لا ده كمان قدر يعمل تكييف من كرتون وفايبر ومراوح قديمة، وكل ده ما كلفوش غير 500 جنيه بس. أيوة زي ما سمعت كده، وده على حسب موقع أهل مصر. واللي هيفاجئك كمان إن الجهاز ده بيبرد زي التكييف العادي وأحسن من التكييف الصحراوي. ومش بس كده، لا ده تكلفته قليلة جدا وممكن أي بيت يعمله، وكمان موفر في استهلاك الكهرباء، وده على حسب البوابة نيوز. أحمد قدر يحول حاجة ملهاش قيمة لحلول حقيقية لمشاكل كبيرة زي الكهرباء والحر، وكل ده من أوضة صغيرة ومن غير إمكانيات كبيرة ولا دعم ضخم. الحكاية هنا مش بس اختراع، لا دي قصة شاب قرر يفكر بطريقة مختلفة ويستغل اللي حواليه بدل ما يشتكي من نقص الإمكانيات. والأهم إنه بيثبت إن في شباب عندهم أفكار قوية جدا محتاجة بس فرصة علشان تظهر وتفيد المجتمع كله. تخيل لو الفكرة دي اتطورت فعلا، ممكن توفر كهرباء لناس كتير وتقلل الضغط على الشبكة وتساعد في أماكن ما فيهاش كهرباء أصلا. يعني من الآخر كده الخردة ممكن تبقى كنز لو استخدمتها صح. يلا شاركونا في التعليقات وقولولنا شايفين إن الأفكار دي ممكن تتطبق على أرض الواقع وتنتشر، ولا محتاجة دعم كبير علشان تنجح؟